الله الله على الجمال. عملنا النهاردة حاجة حلوة قوي، وطبعا كلنا بنحب الحاجات دي، وطبعا الجو برد وهندفي الشقة معاكم، وهنعمل حاجة حلوة قوي هنعملها تنفع فطار، وكمان عملنا منها غدا تحفة، وكمان هنعمل منها عشاء وولادك يفطروا بيها قبل ما يروحوا المدرسة، وكمان مغذية ليهم وعاملينها بطريقة حلوة وسهلة، وهتعمليها على طول مش هتاخد منك وقت، وبرضه في نفس الوقت الجو برد، هتدفي الشقة لولادك، وانت كمان هتعملي منها نفس العجينة اللي هعملها دي، هتعملي غدا تحفة قوي هيعجبك ان شاء الله. هنعمل ايه النهاردة؟ يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هتعملي ايه النهاردة؟ هنعمل النهاردة الرقاق الطري. ايه هو الرقاق الطري ده؟ ده رقاق طري بيتعمل بسمنة وبلبن، هتشوفوا مقاديره معايا دلوقتي. بس هو بيبقى طري كده، وبيبقى ايه يعني، بيبقى او الرقاق الملهوف، في ناس كتير بتسميه الرقاق الملهوف. الرقاق الطري لانه بيحمر بسرعة عشان فيه نسبة دهون ولبن وزبادي. هنعمل ايه النهارده؟ معايا كميه الدقيق، اي كميه عندك اعملي بيها. معانا كيلو ونص من الدقيق او 2 كيلو، انا عندي دول كيلو ونص، وكان عندي كوبايه كده ولا كوبايتين حطيتهم عليها كده. خلاص انا حطيت هنا حبه من السكر، معلقه او معلقتين من السكر، وكمان رشه من الملح، وخدت كمان حوالي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا الرقاق الطري او الرقاق الملهوف ما بيتحطلوش خميره، بس انا عندي طبعا انا حطيت كمان هنا معلقه خل بتخلي العجين حلو قوي طري وهش معايا. وكمان انا حطيت النهارده معلقه خمير، نص معلقه خميره صغيره، لان الولاد قالوا لي اعملي لنا منه غدا يا ماما كمان، بس انت لو بتعملي بلاش، لو مش هتعملي منه الغدا النهارده بلاش النص معلقه الخميره دي، وحطي نص معلقه البيكنج باودر، والمقادير دي عادي وما تحطيش خميره. بس انا عشان قالوا عايزين منه غدا النهارده حطيت حته خميره صغننه اهي، ربع معلقه من الصغننه صغيره من خميره الافران العاديه البلدي مش الفوريه. انا حطيتها كده، وحطيتها في نص كوبايه ميه دافيه، وحطيتها فكت معايا لان انا بجيب القالب كله وبشيله في الفريزر عندي كده. هنا انا بقلب كده، بقلب المواد الجافه. طبعا حطينا ايه تاني؟ حطينا نص معلقه من الملح، معلقتين كبار من السكر، حته صغننه من الخميره او ربع معلقه من الخميره مع كوبايه ميه صغننه او نص كوبايه ميه، وكمان حطينا ربع معلقه بيكنج باودر. وهنا هحط عندي كميه من السمنه، طبعا الرقاق الملهوف بياخد كميه سمنه كبيره شويه، فانا عندي حوالي هنا ربع كيلو من السمنه او ربع كيلو او حوالي كوبايه، خليها بالكوبايه احسن عشان تعرفي، حوالي كوبايتين من كوبايات الشاي سمنه، او كوبايه ونص من المج العادي بتاع الشاي. انا هنا حطيت كوبايه، وحطيت نص كوبايه كمان في الاخر، خدت نصها في اول العجين كده وقلبتها مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هقلب الخميره والدقيق والبيكنج باودر والسكر تقليب سريع كده، ورشه الملح والخل كله مع بعضه الاول. عندي هنا حليب، عندي هنا كميه من الحليب برضو، خلي الحليب بدرجه حراره المطبخ عادي، وكان عندي كوبايتين من الزبادي حطيتهم عليه كمان. هو بيتعجن بلبن زبادي بس انا عشان قلت اعمل فجأة، يعني انا ببقى اجيب اللبن واسيبه يروب عشان اعجن بيه، انما انا جبت نص لبن حليب عادي. هتجيبي حوالي كيلو الا ربع او كيلو من اللبن الحليب، وعليه كوبايتين من الزبادي، وتسيبيهم في المطبخ كده بدرجة حرارة المطبخ، ممكن ما تغليهمش او تغليه وتسيبيه يبرد خالص زي ما انت عايزة. انا دفيته وحطيت فيه كوبايتين الزبادي. هنبدأ بقى نعجن كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، انا هنزل فيهم عجن كويس قوي. طبعا هنا هعجنهم كويس قوي، نزلت على الارض وعجنتهم زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنعمل الكمية دي هنعمل منها غدا، وهنعمل منها الرقاق الطري بتاعنا هيبقى تحفة قوي. طبعا هنا بقيت كمية السمنة، انتوا متعودين ان انا بحط في اخر العجين زي ما قلت لكم، في اخر العجين بنحط كمية السمنة عشان بتديله طعم، وكمان بتديله طراوة حلوة قوي وانت بتعملي المخبوزات بتاعتك. طبعا ما نسيبش حاجة، احنا عارفين ان الحاجات غالية، ما نسيبش اي حاجة من الخامات بتاعتنا في اي طبق نلمها كويس كده. انا خلصت هعجنهم بقى عجنه حلوه كده. انا عندي دي سمنه عاديه، عايزه تعملي بسمنه بلدي اعملي، عايزه تعملي بسمنه اللي هي النباتي بتاعتنا اللي انا بعمل بيها اعملي برضو، عايزه تعملي بزبده بس تسيحي الزبده تخليها سمنه عشان ما يبقاش فيها كميه من الميه هتنشف لك الرقاق معاكي، هو اسمه رقاق طري. فبلاش زبده، لو هتعجني بزبده لازم تسيحيها خالص زي السمنه.
كده انا هعجنها عجنه كويسه كمان بقى كده. هننزل كده عشان السمنه بتاعتنا ديت ندوبها جوه العجينه كويس. وكده بصوا ريحه العجينه بجد تحفه وهي لسه ما اتخبزتش. طبعا لون السمنه مصفره قوي كده، فبتدي الخبز بتاعنا لون حلو. كده هنزل بيها بالعجين حلو كده. خلاص هي اتعجنت شويه كتر، خدتها في الارض وعجنتها شويه حلوين. انزلي فيها جامد كده جامد جامد كده، عجن كده، واعجنيها كويس لحد ما تبقى طريه معاكي خالص، طريه زي الملبن، لا بتلزق في ايدك ولا هي سايله ولا اي حاجه خالص. هي عجينه طريه تحت ايدك كده، معجونه وانت خدماها كويس قوي. زي ما قلتلك لو عايزه تعجني بلبن رايب ويبقى افضل واحسن، هاتي اللبن الرايب دفيه على النار وسيبيه على المطبخ، هتصبحي تاني يوم تلاقيه خاتم معاكي وفي قطع لبن رايب وعلى الوش قشطه. شيلي القشطه واعجني بالرايب. واحنا كده كده هنعوز القشطه عشان تدهني بيها ايه الوش. هوريكم ازاي هنعمل ايه دلوقتي. بلاش نسبق الاحداث ونشوف انا هعمل ايه. كده طبعا انا عجنته كويس قوي كده، انا واقفه على المطبخ. انا عجنته كويس قوي على الارض، وبعد كده كملته فوق بحته السمنه بتاعتنا. زي ما قلت لك لو عايزه تعملي بسمنه بلدي ينفع، لا بلاش زيت لان اسمه رقاق طري. الزيت بينشف العجين معايا. بلاش الزيت لان ايه، الزيت بنبقى نعمله في حاجات تانية كده لو محتاجين نص كوبايه زيت مع سمنه عادي. انما الرقاق ده بالذات اسمه الرقاق الطري. كده خلاص انا خلصتها، هسيبها تخمر. هغطي عليها بقى بفوطه كويس جدا واسيبها تخمر، ونشوف بعد ما تخمر هنعمل ايه. هتحطها طبعا في مكان دافي لان الجو برد. كده خلاص يا حبايبي، خلاص خمرت معانا. بصوا العجينه عامله زي الملبن، ملبن كده بصراحه، طريه وتحفه وملهاش حل. وريحتها جميله قوي من الحاجه اللي احنا حاطينها فيها، اللبن طبعا والسمنه والحاجات دي. كده انا هكورها كور متوسطه صغننه، قد البرتقانه البلدي او قد البيضه الكبيره. هنكورها زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل دلوقتي معانا وهنكورها كويس جدا. انا بوريكم الكوره بتاعتها هتبقى ايه. انا وانا بعجن بقى ما كنتش هحط خميره، بس الولاد قالوا لي يا ماما عايزين نتغدى، اعملي لنا غدا من العجينه دي. هعمل لهم غدا كلهم بيحبوه، عشان كده انا حطيت حته خميره صغيره عشان بس تدي نفشه حلوه للعجينه. وكمان مش هتعمل حاجه في الرقاق، عادي خالص، بس ايه عشان تبقى مخليه فيه نفس كده ويبقى هايش معانا. انت لو هتعجني الرقاق الطري ده لوحده كده مش هتعملي منه الغدا، اعجنيه عادي، ممكن من غير خميره ممكن من غير خميره. هتحطي نص معلقه بيكنج باودر، هيبقى هش معاكي وحلو قوي. كده انا هكور كل الكميه دي زي ما انتوا شايفين كده، كور متوسطه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. لو انت عايزه الرقاق بتاعتك كبيره اعملي التقطيعه كبيره، لو عايزاها متوسطه صغننه كده اعملي التقطيعه قد ما انا بعملها كده. في ناس بتحبها كبيره زي رغيف العيش كده، فانت كبري الكوره بتاعتك شويه. كده خلاص انا هكور كل اللي انتوا شايفينه معايا ده، الكميه بتاعتي دي. طبعا ما تعمليش كميات كبيره، اعملي على قدك عشان بعد كده ما تقعديش وقت طويل ولا تتعبي ولا حاجه. وعادي لو عايزين تاني اعملي لهم تاني. بصوا الكرة الكبيرة دي، انا هقول لكم انت عملتي كرة كبيرة ليه. ما هي دي الكرة الكبيرة اللي هعمل منها حاجة تحفة كل ولادنا بيحبوها. هتعرفوا معايا هي ايه. يلا لو اول مرة تشوفيني واول مرة تدخلي قناتي، خشي واشتركي عندي عشان يوصلك كل جديد من قناتي. ويا رب كل وصفة بقدمها تعجبكم ان شاء الله. كده خلاص هعمل الكمية بتاعتي زي ما قلت لكم وهخلصها ونشوف هنعمل ايه تاني. كده انا كورت الكور الكبيرة دي اللي انا هعمل منها الغدا، وكمان الكور الصغيرة دي اللي هعمل منها الرقاق الطري. كده انا هغطي عليهم واسيبهم يرتاحوا كويس جدا عشان اما اجي اشكل فيهم او اجي افردهم يفردوا معايا بكل سهولة. كده هنسيبهم بقى شوية كمان يرتاحوا حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، على ما تيجي تعملي الاكل ولا تيجي تجهزي وتخبزي يكون خلاص كده انا غطيتهم بكيس عشان يرتاحوا معايا لان الجو خلاص برد. كده خلاص بدأنا بقى، تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. انا عندي الكور بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده ارتاحت كويس قوي كده اهي. انا طبعا حطيت الطبلية طبعا وقعدنا في الارض وخلاص. انا هفرد. بصوا انا كنت جايبة النشابة جنبي ما احتجتهاش، يعني الفردة بتاعت العجين ده انا كنت جايباها من طراوة العجينة وجمالها وحلوة قوي في ايدي وانا شغالة. مش محتاجة انا النشابة بتاعت العجين دي خلاص، او الفرادة او اي حاجة معايا. كده خلاص انا هفرده الفردة دي صغنن كده، مش هنكبر عن كده عشان يبقى حجمه معانا حلو. وتبصوا دي كده الرقاق الطري بتاعي. انا عندي هنا جايبه هنا عندي وش اللبن
عندي هنا وش اللبن جايباه وحاطه عليه معلقه من السمنه البلدي او معلقتين من السمنه البلدي ومقلباهم في بعض. دول هعمل بيهم ايه؟ يلا هنشوف هتعملي بيهم ايه دلوقتي. كده انا جبت صينيه واللي انا هخبزه هرصه في الصينيه، لازم بعد ما تخبزيه يرتاح برضه. كده اهو بصي زي ما انت شايفه انا ببل ايدي من السمنه على وش اللبن وبفرد بيه زي ما انت شايفه كده بكل سهوله بكل سهوله جدا. هتعملي بحط حته من بلاش دقيق عشان انت حاطه فيها كميه دهون عشان الدقيق ما يشربهاش. هنا بقول لكم انا واخده وش اللبن على معلقتين كبار من السمنه البلدي عشان ادهن بيهم الوش وانا بعمل. لو عندك وش لبن في التلاجة خديه من على الوش كده وحطي عليه معلقتين السمنه البلدي واضربوهم في بعض كده، بيخلي لك ريحه العجين حلوه قوي وكمان بيحمر وشه وبيخليه ريحته وطعمه حلوين قوي. كده بصوا بكل سهوله انا بفرد، يعني انا ما بتكاش كمان على العجين لانها طريه واخده حقها من اللبن واخده حقها من السمنه، فطريه معاكي وحلوه قوي. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي انا بفرد واحط الصينيه. في الصينيه لازم يرتاح، الصينيه بتاخد معايا كده اتنين او حاجه، دي الصينيه دي بتاخد اتنين. هجيب بقى من الوش بتاع اللبن على السمنه البلدي واديها دهنه حلوه بس كده عشان تخليها تاخد لون حلو وكمان تبقى ريحتها وطعمها احلى كمان. القشطه او وش اللبن اللي عندك اعملي بيه، ما تقفيش على حاجه. كده انا هحطه يرتاح وهعمل تاني صينيه تانية، ولازم تعمليه في صينيتين واللي تيجي تطلعيه من الفرن لما تيجي تحطي بعده يبقى العجينه معاكي مرتاحه. بصوا بكل مفكره ان انا كنت هفردها بالفراده بس ما احتجتهاش. ليه؟ لان احنا خدمين العجينه كويس قوي والسمنه كمان بتطري العجين وكمان اللبن على الزبادي بيخلي العجينه معاكي طريه، عشان كده سميناه الرقاق الطري او الرقاق الملهوف. ايا في كل محافظه تلاقي اسم له يعني، بس انا عندنا كان اسمه الرقاق الطري. كده انا جبت صينيه كمان اهو وهحط الصينيه الصغيره دي بتاخد اتنين بس في الصينيه. انا كده هجيب صينيه كبيره بقى اللي بتدخل الفرن اوصج واسوي عليها. كده زي ما انتوا شايفين كده اهو بفردها كده، ما تخليش سمكها رقيق قوي وكمان ما تبقاش تخينه قوي، هيبقى طري معاكي وهيبقى حلو قوي. كده خلاص برضو ببل ايدي كده زي ما قلت لك بلاش دقيق عشان الدقيق هيمتص كل نسبه الدهون اللي انت حطيتيها في الرقاق معاكي. يلا ما تسرحيش معايا وحط اللايك وان شاء الله الفيديو يعجبك وتقومي تعمليه وتدفي الشقه وتبسطي ولادك بكل حاجه من ايدك، وكل حاجه من ايدك بتبقى حلوه وهم هيعملوا معاكي وهيبقوا مبسوطين قوي. كده زي ما انا قلت لكم اهو يا دوب بفردها بس نص فرده كده حوالي نص سنتي تخليها معايا. عايزه تعمليها مدوره عايزه تعمليها مستطيله زي ما انا بعمل كده، بس انا بعمل عشان الصينيه، بس انا عندي صينيه كبيره تانية بتخش الفرن كمان هعمل فيها. وهندي دهنة من وش اللبن على السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين كده بتديله لون حلو قوي وكمان بتديله طعم وريحة حلوة. كده خلاص بسيبهم يرتاحوا. انا طبعا حطيت 2 3 في الفرن عشان يستووا، كنت عاملاهم ومريحاهم وكده اهو. جبت المفرش بقى السيليكون ده وحطيت فردت عليه كمان وكمان دهنت هدهن وشهم كمان زي ما انتوا شايفين كده مع السمنة مع الوش بتاع اللبن او القشطه. لو عندك قشطه حطي عليها برضو معلقتين من السمنه وكده بالفرشه هديهم دهنه زي تلميعه كده عشان تتحمروا معاكي في الفرن بسرعه. وكمان السمنه مع القشطه هتدي طراوه حلوه قوي معاكي للرقاق الطري بتاعك. طبعا كل اللي عارفينه كل البلاد عارفه يعني ايه رقاق طري او الرقاق الملهوف، برضو بيبقى طعمه تحفه ملوش حل. زمان كانوا بيشيلوا الطواجن بتاع اللبن والقشطه بتاعتها ويقوموا نازلين بالطاجن بقشطته بحاله جوه الرقاق الطري ده، عشان كده كان بيبقى طعمه تحفه قوي. احنا ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله. اي كميه دقيق عندك ان شاء الله هتاكل. بصوا بصوا بقى الجمال، اول صينيه طلعتها بصوا الجمال واللون الحلو، بصوا الطراوه بصوا الريحه، بصوا يا بنات بصوا جميل بصراحه، ريحته تحفه ملوش حل وطعمه احلى خرافه. وحاجات زمان دي ملهاش حل طبعا وطعمها تحفه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. وبهنا حبايبي يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. والغدا كمان كان من نفس العجينة، اعملي لنا بيتزا يا ماما من نفس العجينة. دي الكور الكبيرة اللي انا شلتها عملت منها لولادي بيتزا. كان عندي شوية لحمة مفرومة في الفريزر وكمان شوية من الجبن وزيتون وشوية من الفلفل الاخضر، وكمان من نفس العجينة عملنا احلى غدا البيتزا الجميلة اللي كل ولادنا بيحبوها. بدل ما تشتريها من بره غالية عملتيها بحاجات كانت عندك في البيت
وكمان كان بيتبقى مننا كده لحمة مفرومة من اي حاجة بنعملها، كنت بشيلها في الفريزر. وطبعا الفلفل عندنا والقوطة والزيتون، وكان عندي شوية جبنة ميكس كده في الفريزر، طلعتهم وعملت لهم احلى غدا. وبصوا الرقاق الطري كمان معايا، بصوا الطراوة بتاعته، بصوا قلبه، بصوا طعمه التحفة بجد والله. ريحة البيت النهاردة كان ملهاش حل. العيال فرحوا ان انا عامله لهم غدا بيحبوه. يا ماما اعملي لنا بيتزا من نفس العجينه. حاضر هعمل لكم. وعملت لهم بيتزا واتغدوا. وكان النهارده بصراحه اليوم كله مولعتش البوتاجاز، عملت الغدا بتاعي في الفرن. يلا يا رب ان شاء الله النهارده الوصفه بتاعتي تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. واتمنى منكم دعوه حلوه في الكومنتات بصلاح الحال ليا وليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.